الرحمن الرحيم. عبد العزيز فوقا، رئيس جمعية نسيم فركلة للطيور. قمنا بنشاط تحت واحد النشاط ديال واحد الندوة تحسيسية في إطار التعريف بطائر الحسون وطريقة تربيته بشراكة مع جمعية فاس سايس لعلم الطيور والمحافظة على البيئة تحت لواء الجامعة المغربية لعلم الطيور. وكنشكرهم على هاد التوضيحات هادو وهاد الإفادة بالتنسيق مع المديرية السامية للمياه والغابات. كنشكرهم حتى هما على هاد التوضيحات وهذا العرض القيم اللي داروا لنا في هذا الشيء هذا. ما نساوش وكالة الحوض المائي، كنشكر المدير ديال الوكالة اللي قام بالمجهودات ديالو لإنجاح هذه الندوة هذه والمجهودات الجبارة التي يليها إلى هذه المنطقة هذه. كنشكروه بزاف، كنشكروا الحضور الكريم. كنتمناو إن شاء الله هذه الندوة ما تكونش الأولى، هذه غير بداية إن شاء الله. كنتمناو نزيدوا بهذه الجمعية للقدام والمنطقة وتعريف المنطقة والطيور ديالها إن شاء الله. في أكتوبر 1975 واللي دخلت فيه التنفيذ في 14 يناير 1976. هذه المعاهدة كتهدف إلى كما قلت من قبل إلى تقنين التجارة الدولية للأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالاقتراض عن طريق واحد النظام ديال الرخص اللي كتعطى للناس سواء اللي باغيين يديروا العملية ديال الاستيراد التصدير ولا الحيازة ولا لا ريبرودكسيون ولا التكاثر. لقد قامت جمعية فاس سايس لعلم الطيور والمحافظة على البيئة بحضور في الندوة التي أقامتها جمعية نسيم فركلة للطيور، وذلك من أجل القيام بندوة تحسيسية حول طائر الحسون وطائر الكناري. وقد قامت مديرية المياه والغابات في إلقاء كلمة حول الموضوع، وكذلك الوكالة الحضرية أو وكالة الماء ديال زيز بتداخل. وقد كان للسيد محمد السلاسي ولعبد ربه الضعيف كلمة في الموضوع حول تربية الطائر وحول ما آل إليه طائر الحسون من ضياع ومن انقراض. ونشكر جمعية نسيم فركلة للطيور على حسن الاستضافة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، وشكرا لكم جميعا.